السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا حبيبي يتكلم مع أمي في المنام. في الحالة كانت العزباء تفكر بشكل كبير وترى حبيبها في المنام، فأن لهذا دلالة على أنها تفكر بصورة كبيرة في حبيبها، فأن الحلم يصبح من العقل الباطن. لكن من الممكن أن يدل كذلك على أنها تربطها بحبيبها علاقة قد استمرت على فترات طويلة، لتلك العلاقة نهاية جدية أو مستقبل محدد. فتحدث الأم مع الحبيب في المنام علامة على صدق المشاعر بينهم بشكل كبير، وتشير رؤيا الحبيب يتحدث مع الأم في المنام علامة على الاتفاق وعلامة على التفاهم الذي يحدث بينها وبين حبيبها. عند رؤية حبيبي يتكلم مع أمي في المنام إشارة إلى الخيرات القادمة له في الحياة تلك الفترة، وتدل رؤية حبيبي يتكلم مع أمي ويتجاهلني هو إنذار شديد بوقوع مشكلة كبيرة بينهما. ومن رأت في المنام أن حبيبها يجلس في بيتها ويتحدث مع أمها ويحضر لها هدية في المنام، فيدل يكون مؤشر خير وتبدل حال الحالمة للأفضل. ومن رأت في المنام أنها تركب مع حبيبها سيارة، يدل على تبدل حالها وانتقالهم لمرحلة جديدة في حياتهم، فأن رؤية ركوب السيارة مع الحبيب مؤشر على الترابط وقوة العلاقة بين الشخصين. تكرار رؤية الحبيب بشكل مستمر في المنام دليل على أن الرائية مشغولة البال والتفكير به، وإذا رأته أكثر من مرة دل هذا على قدوم حدث سعيد لصاحب الرؤية أو عقد القران له عما قريب. كما يرمز رؤيا الحبيب مرات كثيرة دليل على الخير والبركة التي ستنالها في حياتها. بوجه عام، وجود الحبيب في المنزل والتحدث مع الأهل أو التحدث مع الأم يدل على صدق العلاقة بينهما ويدل على نواه الطيبة. أيضا إذا جاء مبتسما محملا بالهدايا، أو إذا جاء وتحدث مع أمها لخطبتها، فكل هذه الرؤى ما هي إلا بشارة خير بأخبار سعيدة، وما هي إلا بشارة خير بنتائج مبهرة إذا كانت في الدراسة وتنتظر النتائج. فهذه الرؤية أو رؤية شخص تحبه في المنام تدل بوجه عام على الخيرات القادمة لصاحب الرؤية. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.